السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة البسلة بالجزر، من الأكلات الجميلة اللي كلنا بنحب نعملها وبنحب ناكلها. احنا كنا مخزنينها مع بعض في فترة التخزين بتاعها، وخزنا مع بعض الجزر. وهنعمله دلوقتي طبعا من اللي احنا مخزنينه. هنعمل أحلى طاجن بامية بطريقة مختلفة. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. طبعا البسلة مفيدة جدا، من الأكلات اللذيذة اللي كلنا بنحبها وبنحب نعملها دايما. أنا معايا حوالي كيلو من البسلة. أنا بخرجها من الفريزر يا دوبك، بس بتفك من الكيسة بسيطة وبروح حطها كده بالشكل دوت تستعملها على طول. ومعايا ربع كيلو من الجزر. كيلو البسلة بياخد ربع كيلو جزر. ومعايا بصلة كبيرة مبشورة، ومعلقة توم صغيرة مبشورة، ومعايا زبدة وزيت طبعا. ومعايا لحمة أنا سلقاها. طبعا أنا سلقاها لأنها بتستويش بسرعة، بتاخد وقت. تعالوا بقى نروح. ومعايا الطماطم طبعا. كل ده احنا مفرزينه مع بعض. طبعا كل ما تكون الحاجة عندك متفرزة وموجودة مش هتاخد معاكي وقت خالص في عمايلها، وهتكون الطبخة معاكي سهلة جدا وبسيطة، وهتعملها بكل بساطة وبكل سهولة. تعالوا بقى بينا نروح على البوتاجاز بتاعنا. انا حطيت معلقة من الزيت وعليها معلقة من الزبدة، ونزلت بالبصلة بتاعتي كده بالشكل ده. انا مش هحمرها، انا بس هديها تشويحة بسيطة كده، يدوب بس لونها يتغير يصفر شوية. وهنزل بفص الثوم اللي انا ليها نص معلقة الثوم اللي احنا فرمينها، وهحطها برضو معاها كده اخرج الروايح الحلوة اللي فيها بس كده بالشكل ده. بعد كده هنزل بقى باللحمة. هديها تشويحة برضو معاها كده بالشكل ده، حوالي دقيقة بس كده. زي ما حضراتكم شايفين كده. خلاص كده. هنزل بقى بالبسلة اللي احنا طبعا مفرزينها مع بعض، وبرضو هديها تشويح حوالي دقيقتين مع بقية المكونات اللي احنا حاطينها. زي ما حضراتكم شايفين كده، يا رب يكون واضح قدامكم. بسيطة وسهلة، والنتيجة بتاعتها حلوة قوي في الاخر، وطعمها بيبقى خطير. هنزل بالجزر وبرضو هشوحه برضو بالطريقة دي، برضو هديها تشويحة برضو. يعني كل التشويح ده كله خد معايا حوالي 10 دقايق. هجيب بقى الطماطم بتاعتنا ونحطها بعد ما فكت. اول ما هتبتدي تغلي معايا كده بالشكل ده، هنزل بالتوابل بتاعتي بقى، اللي هي عبارة عن فلفل اسمر، توابل مشكلة، ملح، شطة طبعا حسب الرغبة، معلقة صغيرة من السكر. وهنضيف كمان معلقتين كبار من صلصة البرطمانات، صلصة مركزة عشان بس تعزز اللون، تديني اللون الأحمر الجميل ده. وفي نفس الوقت الصلصة بتاعتي برضو تبقى تقيلة. خلاص كده. احنا هنطفي بقى البوتاجاز على كده خلاص. انا مش هسويها على البوتاجاز، انا بس اديتها غلوة. هنجيب معانا بقى الطاجن بتاعنا. الطاجن بتاعي نضيف خالص وناشف مفيهوش حاجة. هنزل عليه بالبسلة بالشكل ده. في الوقت ده انا مشغله الفرن على درجة حرارة 180. دي بقى الطاجن بتاعنا بورق الفويل بالشكل ده، وهندخله في الفرن على الشبكة. هياخد معايا حوالي نص ساعة وهنخرجه، وهتكون استوت معانا البسلة والجزر.
وهو ده شكله بعد ما خرج. انا كنت عملته طبعا جنبه رز بالشعريه، احنا عملناه مع بعض كتير في القناه. ابقى اسيب الطريقه في صندوق الوصف ان شاء الله. وهتقدمي احلى طاجن بسله بالجزر، جميله جدا وريحتها كانت روعه. والطعم احلى. لو عملتيها بالطريقه دي هتعجبك قوي. لو وصلتوا معايا لحد كده، لايك وشير، فضلا وليس امرا، واشتراك في القناه، وفعلوا الجرس واتكوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا مني كل جديد انا بعمله. البسلة بتاعتي تقيلة جدا، الصلصة بتاعتها تقيلة ولونها خطير وطعمها احلى. طبعا الجو اللي احنا فيه دوت دلوقتي احنا ممكن نعمل الاكلات دي، مش حر ولا ساقعة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وبشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة، وشكرا لكل متابعيني. وكده بقى الفيديو بتاعنا خلص، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.